مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة فرح. اليوم طبختنا هي قرنبيط بالزيت. إذا أنتم بتعرفوا هيدي الأكلة اكتبوا لي بالتعليقات. وهيدي الأكلة بتتاكل مع فجل ونعنع وحامض. بس بحب أذكركم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات وتحطوا لي كتير لايكات على هيدا الفيديو. مثل ما شايفين عندي قرنبيطة كبيرة، كزبرة، توم، زيت، ملح، فلفل وقرفة. وهلأ بدي بلش قطع القرنبيط لحتى يصيروا عنا قطع القرنبيط الصغيرة اللي هلأ بدي ساويهم بعد شوي. مثل ما شايفين أنا عم بعمل القرنبيط لحتى يصيروا عنا قطع صغار. عم حاول أقطعهم وشيل الضلع الكبير من القرنبيط وعم حطهم بالجاد. هيك صار عنا القرنبيط جاهز. وهلأ بدي بلش غسل القرنبيط بالمي. مننقعهم بالمي بجات كبير ومنبلش نغسلهم ومنحطهم بالمصفاية. من بعد ما غسلت القرنبيط هلأ عم حطهم بطنجرة كبيرة لحتى بدي أسلقهم، وعم ضيف فوقهم المي. بحط غمر مي بقلب الطنجرة وهيك حطيتهم على النار. بدي خليهم على النار لحتى ينسلقوا. وأثناء الطنجرة على النار القرنبيط هلأ بدي نقي الكزبرة، بدي أفرمهم لقطع صغار. أكيد منشيل الضلع الصغير ومنبلش نفرم الكزبرة. نفرمهم لقطع كتير صغيرة. هيدي الأكلة كتير سهلة، بتمنى أكون تجربوها. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات. وأنا بحب أتشكركم كتير كتير لأنه عم تدعموني باللايكات وتشتركوا عندي بالقناة. وأهلا وسهلا فيكن. وهيك من بعد ما فرمت الكزبرة هلأ بدي غسلهم بالمي. بدي حاول أعملهم كذا زوم لحتى ينضفوا عندي كتير منيح. هيدا أول زوم عم حاول حطهم بالمصفاية. وهلأ بدي أعملهم زوم تاني. وهيك من بعد ما غسلت الكزبرة بلش القرنبيط عندي ينسلق، تقريبا حيخلص. وهلأ بدي أحط جات ومصفاية وبدي صفي القرنبيط اللي أنا سلقتن. وبدي غسلهم بالمي. وهلأ من بعد ما غسلت القرنبيط بالمي بدي أحط زيت على النار
بدي أقلل القرنبيط اللي أنا سلقتن. أكيد بدك خلي القرنبيط يصيروا عندي باللون الذهبي، وهيك من بعد ما انقلى القرنبيط هلأ بدي شيلن وحطن بالمصفاية. هلأ على جنب بطنجرة بدي حط زيت نباتي، وبدي أقلي الثوم، وبدي أضيف فوقن الكزبرة اللي أنا فرمتن قبل شوي، بدي أحطن فوق الثوم وبقليهم مع بعضن. وهلأ بدي أضيف القرنبيط المقلي، حركهم مع بعضهم كتير منيح لحتى يفوتوا عندي كل المكونات. من بعدها بدي أضيف البهارات مع الملح أكيد، وكمان بدي أضيف المي. بحاول ما كتر مي تقريبا بهيدي الكمية، وبرجع بخلطهم مع بعضهم كتير منيح. من بعد ما خلطت كل المكونات مع بعضها هلأ بدي غطيهم وبتركن على النار لمدة 10 دقايق، وهيك صارت عنا الأكلة مستوى. وهيدي الأكلة كتير سهلة، بتمنى أنكم تجربوها. هيدي كانت أكلتنا لليوم، قرنبيط بالزيت. بتمنى أنكم تجربوها. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات وتحطوا كتير لايكات على هيدا الفيديو. تنسوا تبعتوا هيدا الفيديو لرفقاتكم لحتى يعملوا هيدي الأكلة ويكتبولي كمان بالتعليقات. أنا بحبكم كتير كتير، وبشوفكم إن شاء الله بطبخات جديدة. باي باي.